أعزائي المشاهدين، برحب بكم في الحلقة 53. النهاردة هتكلم معاكم عن الكنيسة الرسولية اللي في الشرابية، وعلى كل الكنائس الرسولية في جمهورية مصر العربية، بس يرأسها الكنيسة الرسولية في الشرابية اللي الراعي بتاعها القسيس ناشد غالي. النهاردة هتكلم معاكم عن كام خطأ عندهم، ولابد ان القسيس والراعي بتاع الكنيسة يقعد مع الرب ويصلي ويتوب على الأمر ده هو وشعبه. القسيس ناشد غالي في مرة من المرات، اللي هو الراعي الكنيسة الرسولية، كنت بتكلم معاه فلقيت الناس بتقول له يا ابونا. فبقول له حضرة القسيس، المسيح وصى في إنجيل متى 23:9: لا تدعوا لكم أبا على الأرض لأن أباكم واحد الذي في السماوات. فيرد يقول لي إيه؟ المفروض يقول لي الكلام ده في الإنجيل وأنا هعلم الشعب بكده؟ لا. قال لي أصل الشعب غلبان. قلت له يعني إيه غلبان؟ علموا الحق من الإنجيل. قال لي أصل غلبان. جه لقيته واقف على المنبر مرة بيتكلم، فبيقول الكنيسة دي مش كنيسة حد، الكنيسة دي كنيسة المسيح. برافو. يلا كمل بقى وقول للشعب لا تدعوا لكم أبا على الأرض. محدش يقول لي يا أبونا، لا. لما حد يجي يقول له يا أبونا بيضحك، بيبقى مبسوط قوي. لكن لما حد يجي يقول له دي كنيسة فلان أو علان، حاسب. هو الناس غلابة لما تيجي تقول لك يا أبونا، ومش غلابة لما تقول لك كنيسة فلان. عيب يا حضرة القسيس ناشد، وتوب. علم شعبك وفهمه ان محدش يقول لك يا ابونا، لان دي وصية في الانجيل بكده، متى 23:9. في كمان مشكلة تانية في الكنيسة الرسولية في الشرابية وفي الكنائس الرسولية على مستوى الجمهورية كلها، وفي كنيسة حكر عزة الكنيسة الرسولية الأساس اللي عمل لي الإكليل الأساس عاطف. كسر الخبز بالقربان. الكنيسه الارثوذكسيه بتعبد الخبز والخمر. فالكنيسه الرسوليه لما كلمت الاسيس ناشد وكلمت الاسيس عاطف قلت لهم يا جماعه، القربان ده بيتعبد في الكنيسه الارثوذكسيه، بيتسجد ليه، بيتبخر ليه، بيتسبح ليه. فكل دي عباده وثنيه مش مكتوبه في الانجيل. طبعا الحته ان هو بيتحول جسد ودم دي احنا خلاص مقتنعين بيها، وهم عارفين ان ما ده بيتحولش جسد ودم، زي ما مكتوب في ارميه 15:16: وجدت كلام فاكلته، اللي هو الخبز الجسد اللي هو كلمه ربنا. ولكن النهارده الرب بيتكلم في نقطه تانية خالص. انت النهارده لما بتجيب القربانه دي بتقوي ضمير الناس وبتشجع ضميرهم ان يروحوا يتعبدوا وياكلوا خبز وخمر، ياكلوا جسد ودم بحسب فكر الكنيسه الروسيه في الكنيسه الارثوذكسيه، ويزنوا زنا روحي وانت مش قادر تفهم دوت. بولس بيقول كده: لو اللحمه بتعصر اخويا انا مش هاكلها. يعني لو اللحمه اللي بتذبح للاوثان دي هتعصره وتقوي ضميره ويروح يتعبد ليها، انا مش هاكلها. فرحت كلمت القساوسه الرسوليين اللي هو الاسيس عاطف والاسيس ناشد: يا جماعه لو سمحتي بلاش الخبز ده، بلاش القربان ده، لان ده بيقوي ضمير الناس ان يتعبدوا للخبز والخمر، بيزنوا زنا روحي. فللاسف الشديد ولا اكني اتكلمت في اي حاجه، رغم ان الملك حسقية في ملوك الثاني 18 مسك حية النحاس اللي عملها موسى، كانت بتشفي ناس، واللي كانت رمز المسيح حسب يوحنا 3:14: كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان. سحقها، ومكتوب كده: عمل المستقيم في عين الرب. طب ما يلا يا حضرة القسيس ناشد غالي ويا حضرة القساوسة بتاعة الكنائس الرسولية كلها، قوموا وشيلوا الخبز القربان ده وهاتوا مكانه أي لقمة. هو مكتوب في الإنجيل: اصنعوا هذا الذكر بالقربان بتاع الكنيسة الأرثوذكسية. أنت خايف من الناس؟ يعني أنت خايف لحسن الناس تزعل منك؟ إن كنت أرضي الناس لم أكن بعد عبدا ليسوع المسيح. كذا قسيس قابلته قبل كده قلت له: يا حضرة القسيس، حتى لسه عاطف قلت له الكلام ده، والقسيس ناشد: تعال نعمل لقمه بدون زيت وبدون ملح، خلي الراجل يعملها لنا، ان شاء الله هتتسوى ايه. مفيش، محدش راضي يسمع الكلام، كله مصمم ان يجيب القربانه ويقطعها قدام الناس، والنبيت كمان كله مصمم، وكأن بيقول ايه: انا عايز ارضي الناس بتوع الكنيسه الروسيه. عيب. ان كنت ارضي الناس لم اكن بعد عبدا ليسوع المسيح. ودي انت كده بتعمل عصره للناس للشعب. فراجع نفسك وتوب من فضلك. المشكلة بقى التالتة في الكنائس الرسولية وعلى رأسهم كنيسة الشرابية. كل يوم الكنائس الرسولية
اسف الكنيسه الشرابيه الرسوليه اللي انا عارفها وكنت بحضر فيها، بيصنعوا اله من الميه. كل يوم حد الصبح بيصنعوا الهه من الميه، بتروح لهم ناس عشان يصلوا لهم باسم المسيح. فالناس يا عيني تتفاجئ، بتخرج من اله بتخش في اله جديد اسمه الميه. ايه هو الاله ده بقى؟ اول ما الواحد بيجي يخش يصلوا هناك، فيروح قايل له ايه؟ هات ازازه ميه. جاب، لا 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 لا، استحمى بيها، اغسل بيها، امسح البلاط بيها، رشها على باب الشغل بتاعك قبل ما تفتح كل يوم. ولما فالراجل بيقول له ايه؟ طب لما تخلص؟ قال له اول ما توصل كده كملها ميه من الحنفيه وهيستمر المفعول فيها. انت مقتنعين بتعملوا ايه؟ لا تصنع لك تمثال من الحوت، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. لا تصنع تمثال. أنت بقى بدل ما بتعمل بقى تمثال بتعمل إله جديد بالمية. خروج 20/3. لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. وأنت بتصنع إله جديد. ده أنت دخلت في كارثة يا حضرة القسيس ناشد غالي. دخلت في نصيبة وأنت مش قادر تفهم أنت وشعبك. أنت دخلت في عقاب من ربنا كبير جدا ولعنة كبيرة جدا. صنعة الإله ده خطر. فكلمت الأسيس ناشد غالي على الواتس، بسأله بقول له فين في الإنجيل يا حضرة القسيس ربنا قال صلوا على مية وودوها للناس تشربها أو تستحمى بيها أو الكلام ده كله؟ قال لي في أبونا مكاري يونان بيعمل كده. قلت له هو أنت المرجع بتاعك الأسيس مكاري يونان المضلل اللي بيعبد أوثان وأصنام؟ قلت له انا مش هسكت على الكلام ده وهفضحك على الفيسبوك على اللي انت بتقوله دوت. للاسف الشديد مش لاقي رد في الانجيل. مفيش آية في الانجيل بتقول كده. بيقول تخرجون الشياطين بالمية. انت عارفين تخرجون الشياطين بالمية فين؟ ده عند الاسيس ناشد غالي في الكنيسة الرسولية في الشرابية. لكن تخرجون الشياطين باسمي تضعون ايديكم على المرضى فيبرؤون هذه الآية تتبع المؤمنين. ده الانجيل اللي بيقول كده. مفيش حاجة غير كده يا حضرة الاسيس ناشد غالي. مفيش حاجة غير كده. كفاية بقى تضليل وضلال في الناس. لان للأسف الشديد النهضة مش جاية في مصر. النهضة الرب مش عايز يعمل نهضة بسبب اللي انتوا بتعملوه ده. الرب كان عنده السعادة يعمل نهضة ويخلي الكنيسة دي فيها ملايين الملايين. لكن بسبب الآلهة اللي انتوا بتصنعوها كل يوم حد الصبح دي وبتكسروا كلام ربنا لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. خروج 20/3. للأسف الشديد وقعتوا نفسكم في مشكلة كبيرة مع ربنا. توب يا حضرة الأسيس ناشد واقعد قدام الرب قول له يا رب سامحني أنا هتوب. غير على عمل ربنا ومجده. بلاش تحط حاجة تانية غيره. أنا الرب هذا اسمي مجدي لا أعطيه لآخر ولا تسبيح المنحوتات. لكن للأسف الشديد أنت بتخلي الناس الصبح تقوم بركتك يا مية. رغم إني كلمتك وكلمت الناس الخدام اللي هناك قلت لكم يا جماعة سيبوكم من المية وامسكوا في المسيح. قولوا للناس اصحى الصبح كلم المسيح. المسيح بتاع كل الناس. علشان ما اطولش عليكم رجعت تاني لقيت خدام عنده هناك بيطلبوا بقى اليومين دول حاجة جديدة او حاجة زيادة غير المية. بيعملوا اله تاني. يعني عملوا اله مية بيعملوا بقى اله الزيت. فطلبوا زيت. فبقول له ايه ده انتوا بتصلوا على الزيت؟ قال لي احنا بنصلي على الزيت مية وزيت. قلت له مية وزيت الاثنين؟ قال لي قلت له ليه؟ قال لي المسيح قال كده في الانجيل امريض احد بينكم. قلت له اللي في يعقوب 5 عدد 14 امريض احد بينكم فليدع شيوخ الكنيسه. لما حد يا حضرة الاسيس ناشد يكون مريض وسطيك مؤمن ويكون غلط في حق المؤمنين تروحوا تصلوا له. وزي ما قلت لحضرتك الحقيقه النحاسيه اللي عملها موسى اللي كانت بتشفي ناس لانها اتعبدت الملك حسقيا الراعي الصالح اللي هو في الانجيل الراعي اللي هو عمل المستقيم في عين الرب الصالح هو الرب يسوع. لكن الرب يسوع جه فيه وصلح اموره كلها عقبال ما يصلح امورك انت كمان. عمل المستقيم في عين الرب ملوك الثاني 18. عمل المستقيم في عين الرب. صح كحية الناس اللي تعملها موسى. الزيت بيتعبد في الكنيسة الأرثوذكسية. المية بتتعبد في الكنيسة الأرثوذكسية. اعمل المستقيم في عين الرب انت وكنيستك وما تصنعش آلهة. لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. غير على عمل ربنا.
انت وكل الكنائس الرسوليه والبروتستانت في جمهوريه مصر العربيه. يا جماعه النهضه مش عايزه تيجي في مصر بسبب التخلف الروحي اللي بيحصل منكم دوت. ارجعوا للمسيح والانجيل، شوفوا الرب عايز ايه منكم. الكلام ده في الانجيل ولا لا؟ لو مش منطبق في الانجيل خلاص شيله من كنيستك، نظف كنيستك كراعي واعمل المستقيم في عين الرب. اخر حاجه هقولها لك يا حضره القسيس ناشد، افتح معايا سفر الرؤيا واقرا اللي الرب هيقوله لك دوت. افتح كده رؤيه يوحنا اللاهوتي اصحاح 3 ومن عدد 12. واكتب الى ملاك كنيسه اللوكاديين، وهذا يقول الامين، هذا يقول الامين الشاهد الامين الصادق بداء خليقة الله، أنا عارف أعمالك إنك لست باردا ولا حارا. ده حال الكنائس الرسولية في مصر، لا باردة ولا حارة. ليتك كنت باردا أو حارا هكذا، لأنك فاتر. ولست باردا ولا حارا، أنا مزمع أن أتقيك من فمي، لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم إنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغنى، وثيابا بيضاء لكي تلبس، فلا يظهر خزي عريتك، وكحل عينيك. كحل عينك دي انك تعرف تشوف وتفرق بين الصح والغلط. اطلب من رب كده، قول له رب كحل عيني عشان اعرف اشوف الغلط من الصح، اطبق على المراية على الانجيل كلامك. اسمع بكحل لكي تبصر اني كل من احبه اوبخه وأؤدبه، فكن غيورا وتب. هانذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه أتعشى معه وأتعشى معه هو معي. من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. من له أذن فليسمع ما يقول الروح للكنائس. حضرة القسيس ناشد غالي في الكنيسة الرسولية، حضرات القساوسة والرعاة في الكنائس الرسولية على جمهورية مصر العربية، وطبعا الرعاة كمان البروتستانت، راجعوا نفسكم، اقعدوا مع الرب، صلوا، قولوا يا رب احنا الكلام ده سمعناه من واحد كده صغير بالنسبة لنا، يعني نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ وراجع كلام في الانجيل. لو لقيت عكس كلام في الانجيل قول لي، لو لقيت الكلام ده في الانجيل توب. سلام.